السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده رابع يوم واحنا جايين بالوصية الرابعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه في بداية الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كلنا طبعا عارفين النفس البشرية قد ايه هي ضعيفة، وقد ايه هي منقوصة، وقد ايه هي ذليلة، وقد ايه بتمر بينا بكرب ومشاكل وخنقة وظلم. فاحنا جايين عايزين نعرف نخرج من الحاجات دي ازاي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعت لنا وصية كده جميلة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من بها فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. احنا عايزين ستر يوم القيامة، يعني احنا كلنا عندنا بلاوي محدش يعلم بيها الا الله سبحانه وتعالى، فاحنا محتاجين ستر يوم القيامة كمان. وفي حديث اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. الوصية الثالثة: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأخرجه مسلم. عندك ضيق في الرزق، تصدق. ايوه، اسمع مني، انا بقولك انا دي حاجات مجرباها والله. عندك ضيق في الرزق، الفلوس قليلة، تصدق، طلع صدقة. عندك ذنب مش عايز حد يعرفه، استر ذنب فلان اللي انت شفته بعينك. عندك عسر في امر ما، يسر على زميل ليك عنده نفس العسر. عايز ربنا يحبك، ادعو الى الله. مش شرط تكون بالنقاء الملائكي ولا بالطهر الملائكي عشان تقول ده ربنا قال، لا. كلنا عندنا ذنوب، انا عندي ذنوب، انت عندك ذنوب، والمشايخ اللي بتدعي عندك، كلنا عندنا ذنوب بدرجات متفاوتة ولا يعلمها الا الله، ولكن بقلبك. خلصت وصية النهاردة. السلام عليكم.